8 ديال الممارسات اليومية قد تدخلك في الشرك دون أن تدري. شارك هذا المقطع بين أصدقائك الدال على الخير كفاعله. بسم الله نبدأ. أولا الحلف بغير الله، مثلا أقسم برب الكعبة، أو أقسم برأس أمي، أو أقسم بهذا المسجد، أو أقسم بهذا الضريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ثانيا قراءة الأبراج حتى لو كان للفضول أو المزاح. مثلا أنا عندي برج ميزان، يكون حظي كذا وكذا، أنا ظريف، أنا يرزقني الله، أنا حظي، أنا عندي برج الأسد، أو عندي برج، المهم هذا الشيء من الخرافات. ثالثا دعاء الأموات أو الاستغاثة به، مثلا يذهب إلى الضريح ويطلب من هذا الضريح، يطلب منه أن يرزقه أو ينقذه من المشاكل أو شيء آخر. هذا يؤدي إلى الشرك. عز وجل هو الرزاق، هو الذي ينقذ، هو الذي يطلب منه التوبة، ونطلب منه الهداية، ونطلب منه الغفران. رابعا الرياء، مثلا أنك تصلي بإتقان وخشوع وخضوع فقط أمام الناس، أو الصدقة من أجل أن يقول الناس عنك أنك تصدقت. مثلا كتصدق أحد أصحابك ولا أحد الناس باش يقولوا أنك كتصدق. إذن التبرك بغير ما ورد فيه نص شرعي كمسح جدار المساجد أو القبور قصدا للتبرك. سادسا تعليق التمائم. التمائم هي واحد السلسلة تشوف فيها واحد العينين مرسومة في اللون الأزرق، أو دائرة، كاين اللي كعملها في الدم، كاين اللي كعملها في عنقهم، بحال الصورة هذه اللي كاين هنايا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. تابعا الذهاب إلى العرافين أو المنجمين. الدارجة ديالنا هما الشوافات، ماشي عندهم خصك تشوف لي المستقبل ديالي شنو فيه. تكون إن شاء الله يكون عندك السيارة، ويكون عندك الدار والطوموبيلات، ويكون عندك الفلوس بزاف. اش كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كهانا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثامنا الاعتقاد أن شيئا يجلب الحظ ويفتح البركة دون دليل شرعي، مثلا مثل الحجرة أو رقم أو لون إلى آخره.